القاهرة 22 ديسمبر 1910، وتحديدا في حي المغربلين. شوارع ضيقة وناس أصيلة. هنا اتولد محمود المليجي. من صغره عشق التمثيل وانضم للمسرح القومي. بس في يوم مدير المسرح الشاعر خليل مطران فاجئه وقال له: فصلتك عشان انت مش ممثل. المليجي قال له إن أمه مريضة ومحتاج المرتب عشان يعالجها. مدير المسرح ما سمعش، وأمه ماتت فعلا بعدها من غير علاج. الراجل اللي قال له مش ممثل ما شافش المليجي وهو بيعمل أكتر من 500 عمل، ولا سمع يوسف شاهين وهو بيقول: بخاف من نظرات عينيه قدام الكاميرا. بس في حياته كان في حكاية تانية خالص، أغرب بكتير من الفصل اللي كان في المسرح، وأقصى بكتير، وحكاها هو بنفسه في مذكراته. دفنها بإيده وهي كانت لسه بتتنفس.